إيران بتوجه أول ضربة حقيقية لمصر منذ بداية الحرب، وليه تضرب حليفتها الأقوى في المنطقة بالشكل ده دلوقتي؟ إيه اللي ممكن يخلي قارة كاملة زي أوروبا توصل لمرحلة إنها تقفل مطاراتها؟ وإزاي قرار جاي من إيران ممكن يوصل تأثيره لسماء أوروبا كله؟ طب الأهم، ليه في نفس التوقيت ده بنشوف تحركات مصرية غير عادية جوه أوروبا؟ هل إحنا قدام مجرد أزمة طاقة ولا قدام لاعب كبير بيتعاد في توزيع النفوذ من أول وجديد؟ وإيه المشروع الإسرائيلي الأمريكي اللي بيتنفذ دلوقتي لضرب مصر خلال الفترة الجاية واللي ابتدى يتحرك على أرض الواقع فعلا دلوقتي؟ والسؤال الأخطر، ليه إسرائيل بتتمرد على أوروبا؟ وليه أوروبا نفسها بدأت تدور على حليف بديل لإسرائيل؟ وهل فعلا مصر دخلت على الخط مش كطرف متأثر لكن كلاعب رئيسي ممكن يغير المعادلة كلها؟ وإيه الضربة اللي مصر وجهتها لتل أبيب خلال الأيام اللي فاتت واللي محدش يعرف عنها حاجة؟ اللي أنت هتسمعه دلوقتي مش مجرد تحليل سياسي، دي صورة كاملة للعبة الكبيرة اللي بتتلعب حوالينا، كل طرف فيها بيحاول يكسب حتى لو على حساب التاني. إيران بتضغط، إسرائيل بتتمرد، وأوروبا بتقلق، وفي النص مصر بتتحرك. السؤال مش مين بيهاجم مين، السؤال مين بيفهم اللعبة ومين بيستغلها صح. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي في صلب موضوع الحلقة. طبعا كلنا بقينا عارفين ان المفاوضات بين امريكا وايران فشلت بشكل كامل، وده كان سيناريو العالم كله كان بيتمنى ما يحصلش، لان اي تصعيد بين الطرفين معناه ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي. لكن اللي حصل بالفعل ان باب التهدئة اتقفل والمرحلة الجديدة بدأت. الولايات المتحدة بدأت تتحرك بخطوة اخطر، حصار بحري مشدد على الموانئ الايرانية، مش مجرد عقوبات على الورق، لا، ده تضييق فعلي على حركة السفن والتجارة وخروج ودخول الشحنات. أي سفينة لها علاقة بإيران بقت تحت ضغط كبير، سواء تفتيش أو تأخير أو تهديد غير مباشر لشركات الشحن والتأمين، وده بيخلي التعامل مع إيران مخاطرة عالية جدا لأي طرف. النتيجة المباشرة إن الصادرات الإيرانية خصوصا النفط هتتأثر بشكل كبير، ومع كل يوم حصار بيستمر فيه الخناق الاقتصادي بيضيق أكتر. وده معناه حاجة واضحة جدا، إن الأزمة مش رايحة للتهدئة، بالعكس، احنا داخلين على مرحلة أطول وأكثر تعقيدا، لأن الحصار بالشكل ده مش مجرد إجراء مؤقت، ده أسلوب ضغط طويل المدى بيتم استخدامه لما الحلول السياسية بتفشل. وده كله بيرجع بضغط على العالم في أسعار الطاقة وفي سلاسل الإمداد وفي الاستقرار العالمي للأسواق. ببساطة فشل المفاوضات فتح باب لتصعيد جديد، والتصعيد ده تأثيره مش هيقف عند إيران وأمريكا، لا، ده هيطول الكل. لكن تعالى بينا بقى نروح للسؤال الأهم والأخطر في حلقة النهاردة، هو الضربة الإيرانية الأولى لإيران على مصر منذ بداية الحرب، الضربة اللي ممكن تكسر ظهر مصر بالمعنى الحرفي. خلينا نبتدي من الآخر. إيران دلوقتي محشورة بين أمريكا وإسرائيل، بيضغطوا عليها وهي عايزة ترد، مش هتقدر ترد رد عسكري بشكل مباشر يوجع أمريكا، فقررت تلعب بورقة الرسوم على مضيق هرمز. إيران قالت لأي سفينة لو عايزة تعدي من جنبي ادفعي لي فلوس، وطبعا الحوثيين في اليمن كمان هيعملوا نفس الكلام على باب المندب ويفرضوا رسوم عبور من باب المندب. إيران فاكرة إنها كده بتأذي أمريكا وإسرائيل، لكنها في الحقيقة مش بتأذيهم، هي بتقدم لهم خدمة مجانية على طبق من فضة. هتقولي إزاي يا أمر الله؟ أنا مش فاهم إيه علاقة ده بمصر وقناة السويس؟ هقول لك، في مشروع اسمه IMEC، ده مشروع أمريكي إسرائيلي بامتياز، اتعلن عنه رسميا في قمة مجموعة ال20 في الهند سنة 2023، ووقعت عليه أمريكا وإسرائيل والهند والاتحاد الأوروبي وكمان السعودية والإمارات والأردن. وفكرة المخطط ببساطة إنشاء طريق بديل وسريع وجديد لنقل البضائع من آسيا لأوروبا من غير ما تمر بقناة السويس أو البحر الأحمر أصلا. طب إزاي بيشتغل المشروع ده؟ ببساطة هو متقسم لكذا مرحلة. المرحلة الأولى، السفن تطلع من الهند وتنزل حاويات في ميناء جبل علي في الإمارات. المرحلة الثانية، الحاويات هتتنقل على قطر سريع بيقطع شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية والأردن، يوصلها لميناء حيفا في إسرائيل. المرحلة الثالثة بقى، من ميناء حيفا سفن تانية بتنقل البضائع لليونان وإيطاليا وباقي دول أوروبا. التقديرات بتقول إن الممر ده هيوفر الوقت بنسبة 40%، وهيخفض تكلفة الشحن بنسبة 30% عن طريق قناة السويس. إسرائيل مش بس هتاخد رسوم عبور، لا، إسرائيل هتبقى عقدة الربط الأساسية اللي بتسيطر على حركة التجارة بين 3 قارات. ليه ده مخطط خطر؟ لأن المخطط ده بيستهدف قناة السويس
بشكل مباشر. تعال نفكر شوية، الهدف الحقيقي لأمريكا وإسرائيل في النهاية مش إيران. إيران مجرد أداة، الهدف الحقيقي هو إضعاف مصر، إضعاف قناة السويس، وتحويل مركز التجارة العالمي من القاهرة لتل أبيب. المشكلة الوحيدة اللي كانت واقفة في وش المشروع ده الثقة في قناة السويس. العالم كله لسه شايف إن قناة السويس هي الطريق الأأمن والأرخص، ومحدش كان هيجرب طرق تانية طالما القناة شغالة كويس. وفجأة إيران والحوثيين بيبدأوا يفرضوا رسوم على هرمز وباب المندب. السفينة اللي كانت بتدفع مرة واحدة في القناة بقى لازم تدفع 3 مرات، وده هيخلي التكلفة بتاعة قناة السويس أغلى، ولو ده حصل هتزيد بشكل جنوني. كمان التوترات والضرب في البحر الأحمر خلى الأمن بتاع قناة السويس يروح في داهية. السفن بقت خايفه تعدي. دلوقتي شركات الشحن العالميه قاعده تقول طب ما دام القناه بقت غاليه ومش امنه، ليه ما نجربش الطريق الجديد اللي هو IMEC اللي امريكا واسرائيل عرضاه؟ وفجاه المشروع اللي كان حلم بقى حل عملي قدام الشركات، وكمان منقذ للاقتصاد العالمي. ايران من غير ما تحس قدمت لامريكا واسرائيل ذريعه مثاليه يقولوا للعالم شوفوا يا جماعه قناه السويس مش امنه ومش اقتصاديه، تعالوا عندنا احنا بقى، عندنا طريق بديل سريع وآمن. وده المخطط الكبير لأمريكا وإسرائيل، عايزين يفقدوا العالم الثقة في قناة السويس. مش لازم يضربوها بصواريخ، لا أسهل من كده، يخلوا السفن نفسها تختار طريق تاني. وإيران ساعدتهم في كده من غير ما تقصد، هي ضربت نفسها وضربت حليفتها مصر في ظهرها. النتيجة إيه؟ لو الممر ده اشتغل إسرائيل هتبقى هي بوابة التجارة العالمية مش مصر. إسرائيل هتاخد رسوم عبور ورسوم مواني ورسوم القطورات، والشركات العالمية هتبقى مديونة لإسرائيل. مصر هتخسر مصدر العملة الصعبة الأساسي بتاعها، وده مش بس هيأثر على سعر الدولار، ده هيأثر على كل حاجة، على الدعم، على الرواتب، على المشاريع القومية، حتى على المدن اللي اتبنت على طول مجرى قناة السويس. لكن تعالى نقف هنا شوية ونفكر، إيران كانت عارفة إنها بتعمل كده؟ أكيد هي عارفة إن فرض رسوم هيخلي السفن تغير طريقها، بس إيران مضطرة، هي في حالة حرب، هي بتدافع عن نفسها، هي مش فارق معاها مصر ولا قناة السويس، هي فارق معاها انها تبقى قويه قدام خصومها. ولو ده هيكلف مصر الثمن يبقى كده كده مش فارق مع ايران حاجه. احنا كمصريين احنا لازم نفهم ان ايران مش حليف لينا، ايران بتلعب لمصلحتها، وامريكا واسرائيل بيلعبوا برضه لمصلحتهم، وكل واحد بيستخدم التاني، واحنا في النهايه اللي بندفع الثمن. الخلاصه اللي عايز اوصلها لك، المخطط مش ضربه واحده على القناه، لا، المخطط هو حرب نفسيه اقتصاديه طويله المدى، هدفها يخلوك انت كمواطن مصري تشك في قدره بلدك، يخلوا شركات الشحن تشك في امن القناه، يخلوا المستثمرين يهربوا من المنطقه، بعد ما يفقدوا الثقه فيها يقدموا لك البديل الاسرائيلي. واحنا مش هنقدر نتصدى للمخطط ده الا بحاجه واحده، اننا نفهم. لازم نكون فاهمين ان ايران مش بتساعدنا، وان امريكا واسرائيل شغالين على مشروع بديل، وان تعطيل قناة السويس هو ضربة مباشرة لمصر. دي مش نظرية مؤامرة، دي قراءة للواقع. شوف السفن اللي بقت تاخد طريق راس الرجاء الصالح، شوف التصريحات الإسرائيلية عن ميناء حيفا، شوف الاجتماعات اللي كانت في الهند والسعودية، كل ده قدام عينيك. في النهاية أمريكا وإسرائيل حاولوا بكل الطرق ان هم يدخلوا مصر في حروب. ليه؟ عشان يستنزفوها اقتصاديا وعسكريا، بس للأسف المخطط ده مش نجح. فدلوقتي هم بيحاولوا بس بطرق تانية، لأن طول ما مصر ضعيفة ده في مصلحة مين؟ في مصلحة إسرائيل، ومصلحة إسرائيل من مصلحة مين؟ من مصلحة أمريكا. لكن ربنا يحفظ مصر من كده الكائدين طبعا. وبالمناسبة مصر بتضرب إسرائيل في أوروبا ضربة موجعة وغير متوقعة. مصر تدخل بقوة كبديل لأوروبا، بديل لمين؟ لإسرائيل. طب إيه قصة الموضوع ده؟ ركز معايا في اللي جاي عشان مهم وخطير. اللي بيحصل حاليا مش مجرد خلاف سياسي، احنا قدام تصعيد حقيقي في العلاقة بين أوروبا وإسرائيل، تصعيد ممكن يغير شكل المنطقة بالكامل. في عز التصعيد العسكري مع إيران، إسرائيل قررت تبعت رسالة صريحة لفرنسا وكل دول أوروبا، إحنا مش تابعين ليكم ومش فارق معانا سواء أوروبا هتتشل اقتصاديا وتتأثر ولا لأ. خطوة زي دي مش بس جريئة، دي أقرب لإعلان تمرد كامل على النظام القديم اللي كان بيربط إسرائيل بالعاصمة الأوروبية. لكن ليه دلوقتي وليه بالطريقة دي؟ لأن القيادة الإسرائيلية الحالية شايفة إن دي اللحظة المناسبة اللي مش هتتعوض تاني، إن هي تتحرر من القيود الأوروبية وتبدأ تفرض نفسها كلاعب رئيسي مش مجرد حليف. بمعنى أوضح، إسرائيل عايزة تنتقل من دور المنفذ لدور مين؟ صاحب القرار، اللي بياخد قراره بنفسه. وده بيخوف أوروبا بشكل حقيقي، لأن أوروبا طول عمرها بتتعامل مع إسرائيل كجزء من منظومة نفوذها في الشرق الأوسط. لكن لما الجزء ده بيبتدي يتحرك لوحده وكمان ياخد قرارات تدمر اقتصاد أوروبا بالكامل، يبقى في خطر إن المنظومة كلها
تقع. وده اللي بيحصل فعلا. اوروبا بقت قدام معادله صعبه، حليف قديم بيتمرد عليها، ومنطقه بتغلي، وممرات تجاره مهدده بسبب ايران والحوثيين. وهنا بقى بيظهر لاعب ثالث بيتحرك بهدوء لكن بخطوات محسوبه جدا. اللاعب ده هو مصر. في الوقت اللي كل الانظار فيه على الحرب، القاهره بتتحرك في اتجاه تاني خالص. زيارات متتاليه لاوروبا، صفقات بمليارات، واتفاقيات بتتوقع بعيد عن الاعلام مع فرنسا وايطاليا والمانيا. والاول مره مصر قدرت تعمل صفقات سلاح كانت ممنوعه عليها. وده مش تحرك عشوائي، لا، مصر فهمت ان اوروبا محتاجه بديل، او على الاقل محتاجه توازن، محتاجه طرف تقدر تعتمد عليه من غير ما تخاف انه يتقلب عليها فجأة. وهنا القاهرة قدمت نفسها بالشكل اللي أوروبا عايزاه بالظبط، دولة مستقرة، شريك عقلاني وما عندوش مشروع توسعي يقلقهم زي إسرائيل. لكن الأهم من ده كله هو الموقع. مصر قاعدة على أهم شرايين التجارة العالمية، قناة السويس، البحر الأحمر، الشرق المتوسط، كلها نقاط بتمر منها مصالح أوروبية الحيوية. حتى رغم وجود الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل، لسه مصر متحكمة في أهم شرايين التجارة. ومع التهديدات اللي جاية من مضيق هرمز وباب المندب، القيمة الاستراتيجية لمصر بتزيد بشكل ضخم. مش بس كده، في ملفات الطاقة مصر بدأت تمسك خيوط اللعبة من خلال شراكتها مع اليونان وقبرص، وربط الغاز بالبنية التحتية المصرية. بقى عندها مفتاح مهم جدا لتوصيل الطاقة لأوروبا، وكمان بتقص ريش إسرائيل وبتوصل رسالة لتل أبيب واضحة وصريحة: انت ما تعرفيش تتحكمي في غاز المتوسط من غيري. وده معناه ان اي مشروع لتصدير الغاز من شرق المتوسط صعب يتجاهل القاهرة. الرسالة هنا واضحة جدا: اللي عايز استقرار لازم يجي من عندي، من هنا في مصر. وفي نفس الوقت اسرائيل بتحاول تثبت انها تقدر تكون المركز الجديد للمنطقة، لكن تحركاتها السريعة والمفاجئة بتخلي أوروبا قلقانة منها. وده بيخلق فرص نادرة. لأول مرة من سنين أوروبا مش عندها رفاهية الاختيار، هي محتاجة شريك تاني يوازن الكفة. ومصر دخلت على الخط في اللحظة دي بالظبط. اللعبة اللي شغالة دلوقتي مش حرب تقليدية، دي إعادة توزيع نفوذ. كل طرف بيحاول يثبت نفسه على الخريطة الجديدة قبل ما تتقفل. إسرائيل بتكسر القواعد، وأوروبا بتحاول تأمن نفسها، ومصر بتتحرك في المساحة اللي بينهم بهدوء لكن بذكاء شديد. واللي هيكسب في الآخر مش اللي صوته أعلى، لكن اللي عارف يستغل اللحظة صح، واللي نفسه هيكون طويل هو بس اللي هيقدر يكمل للفترة الجاية. لكن سيبك بقى من الجزئية دي وتعالى بينا نروح لجزئية تانية خطيرة جدا جدا جدا. أوروبا على حافة الانهيار الجوي، إغلاق مطارات أوروبا بسبب إيران. طب إيه القصة دي؟ اللي بيتقال في الظواهر الاقتصادية النهاردة مش بسيط، وهنا بتيجي القنبلة اللي من العيار الثقيل اللي هتضرب أوروبا كلها. هيئة النقل المسؤولة عن المطارات الأوروبية طلعت فاينانشال تايمز بتقرير كامل بيقول مطارات أوروبا مهددة بالإغلاق الكامل في آخر شهر إبريل لو ما كانش في حل سريع لفتح مضيق هرمز، لأن مخزون الوقود بتاع الطيارات اللي بتعتمد عليه المطارات الأوروبية خلاص قرب يخلص، ومش عاد هيقدر يكمل لأكتر من أسبوعين 3. ولو ما كانش في حل سريع لتوفير مخزون، هتضطر بعض الدول الأوروبية إغلاق مطاراتها وتقليل عدد الرحلات، وكمان رحلات النقل الجوي. وكل التحليلات بتقول إن الكارثة الأكبر كمان لو الجيوش في الدول الأوروبية دخلت على الخط وقالت لك إحنا عايزين الوقود ده للجيش. ساعتها هتضطر توقف مطارات كاملة بسبب عدم وجود وقود يطلع الطيارات دي. وأول الدول اللي هتتأثر وهتضطر تقفل مطارات ليها هي إيطاليا، وبعدها بريطانيا، وبعدها فرنسا. دول أول دول أوروبا هتضطر إن هي تقفل مطاراتها. وكمان عايز أوصل لك معلومة مهمة قوي: الدول دي ودول أوروبا كلها هتتأثر بشكل كبير، لأن معنى إغلاق المطارات إن السياحة هتتأثر، ودي دول أصلا جزء كبير منها عايش على السياحة. ده غير أسعار النقل الجوي للتجارة هيغلى، مش هيبقى رخيص زي الأول، وده هيأثر بشكل كبير على الاقتصاد. تعال اديك معلومة تانية كده على السريع عشان تفهم القصة دي. دلوقتي النفط بتاع الوقود ده مش أي نفط، ده نفط عالي جدا، وعشان يتعمل لازم يتعمل في مصافي نفط مخصصة وبتكون عالية جدا، ان هي بتتعمل بطريقة يخلي الوقود نفسه يستحمل درجات الحرارة والرطوبة العالية في الجو. فمش أي نفط ينفع، وبالتالي مصافي النفط اللي بتخرج النفط ده مش موجودة كتير في العالم، ومش موجود منها في دول الخليج اللي أوروبا بتعتمد عليها غير في 4 مصافي بس. 2 منهم موجودين في السعودية في مدينة ينبع والجبيل، و2 تانيين موجودين في الإمارات في مدينة الفجيرة. وبالتالي الأحداث اللي بتحصل في إيران مفيش أي وقود بيطلع يتحرك لأوروبا خصوصا للطيارات، وده هيأثر بشكل مباشر على المطارات هناك.
في النهاية اللي بيحصل حوالينا مش أحداث منفصلة، دي شبكة مرتبطة كل حلقة فيها بتأثر على التانية، من إيران ومضيق هرمز لأوروبا ومطاراتها لحد شكل الاقتصاد العالمي نفسه. وفي النص دايما بتفضل مصر موجودة كعنصر مهم في المعادلة، بتحاول تحافظ على استقرارها وتوازنها وسط كل التحركات دي. والسؤال الحقيقي دلوقتي، مين فاهم اللي بيحصل ومين هيعرف يتعامل مع التغيير اللي جاي؟ ولو شايف ان الصورة دي مهمة تفهمها، اعمل لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع غيرك، يمكن يساعد حد يفهم اللي بيحصل حوالينا ويفهم الصورة اللي بتتلعب حوالين مصر دلوقتي.